يا مساء الخير عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده يا بنات هنعمل مع بعض طريقه البسبوسه. هنعملها ساده بكل سهوله، هتطلع معاكي حلوه، لان في كتير جدا بيشكي ان البسبوسه بتاعته ما بتطلعش مظبوطه. فانا هقول لك طريقه مبسطه لا تتخيليها. هنا معايا 3 معالق من السمنه، ومعايا 500 جرام من دقيق السميد اللي هو البسبوسه. هنحطهم على 3 معالق سمنه زي كده، وهنديها تقليبه. وعايزه اقول لك على حاجه، اهم حاجه البسبوسه ما بتحبش التقليب كتير. لما تحطي عليها المكونات السايله وهي جافه كده، ممكن تحطي اللي انت عايزاه او تقلبي كويس يعني كده. انا بقلب البسبوسه بتاعتي في قلب ال3 معالق سمنه، مفيش اي حاجه. انا ما بحبهاش عاليه، بحبها هابطه شويه. فهنحط معلقه بيكنج باودر، معلقه بس يا بنات كده مش اكتر، علشان انا مش عايزاها عاليه. لو انت بتحبيها من النوع العالي ممكن تكتري البيكنج باودر. ودلوقتي وانا بعملها معاكم كده حطيتها على البوتاجاز. بالنسبه للعسل اللي احنا هنشرب بيه او السكر بتاعها، حطيت معلقتين، معلش، حطيت كوبايتين سكر مع كوبايه ميه ومع معلقه سمنه بلدي كبيره، وحطيتهم على النار مع كيس فانيليا. هما دلوقتي على النار اللي احنا نسقي بيها البسبوسه بتاعتنا. كده انا قلبت خلاص. هنزل بقى بعلبه الزبادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سهله جدا جدا، ابسط مما تتصوروا يا بنات. مش هتاخد معاكي اي حاجه، وهتبقى ممتازه وهتطلع معاكي ناجحه. شغلي درجه حراره الفرن على 180 دلوقتي كده وانت شغاله، عشان هندخلها في النص. بعد ما حطينا الزبادي هننزل بقى تدريجيا بالكوبايه الميه بتاعتنا كده، مش مره واحده، علشان ما تاخدش معانا اكتر من اللازم. على فكره هتطلع معاكي بمشيئه الرحمن ممتازه، وما فيهاش اي حاجه. المره ديت لما تعمليها بالطريقه دي مش هتلاقي اي حاجه فيها ايه فاشله. وكده يا حبايبي نزلنا بالميه تدريجا، عشان انا مش عايزه اتقلها. وبرده زي ما قلت لك احرصي ان انت ما تقلبيهاش كتير. يا جماعه انا بعمل البسبوسه ومايا بنتي مصممه تعمل البسبوسه. احنا كده قلبناها هي بنات، وهتبقى احلى بسبوسه عشان معاكم مايا. بتقول لكم حلو، حطوا لايك. قول لهم حطوا لايك. حطوا لايك. مايا بتقول لكم حطوا لايك. وخلعت لنا، وخلعت كمان معانا الايد بتاعه المضرب. تمام كده يا بنات. خلاص خلاص يا مايا. انا هجيب هنا صينيه حوالي بس يا توتي 26 مقاسه، وهنحط شويه زيت في القعر كده. بصوا يا بنات ما خدتش اي وقت، وسهله وهتبقى معاكي ناجحه ان شاء الله. هننزل بقى بالبسبوسه، هتبقى جميله عشان كمان مايا عاملاها معانا. خلاص كده درجه الحراره جاهزه معايا على 180. عايزة ماما ادوقها. حاضر. عايزه ماما ادوقها. تستوي يا حبيبتي؟ لا ادوقها بس. ماشي. هنهزها كده بقى مع بعض يا بنات. خلاص كده بعد ما خلاص جهزت اهي، هندخلها الفرن مع بعض ونشوفها. بعد ما هتاخد حوالي 15 دقيقه في الفرن في النص، وهنشوفها مع بعض. وكده يا بنات بعد ما طلعناها برده هنبدا بقى نشربها العسل اللي احنا عملناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا العسل بتاعي انا حطيت فيه سمنه بلدي اهو كده بقى. هتاكلي احلى ان شاء الله، ناجحه معاكي. ويا ريت يا بنات تدعموني بلايك ودعوه حلوه كده. والسلام عليكم.